من المحزن جدا أن هذا الرجل قضى حياته كلها مختبئا خلف الستائر لمدة 80 عاما ولم يشعر أحد بوجوده. عندما كان عمره 5 سنوات فقط كان يلعب الغميضة مع والده. اختبأ هو بنفسه وبدأ والده بالبحث عنه، ولكن في تلك اللحظة جاء اتصال هاتفي لوالده. بعد انتهاء المكالمة نسيه والده تماما كما لو أنه لم يكن موجودا أبدا. كان لدى ذلك الطفل أمل أن يتذكره والده، لكن عندما انتقل والده من ذلك المنزل لم يتذكره أبدا. بعد فترة جاء أشخاص جدد إلى ذلك المنزل، لكن الطفل كان لا يزال مختبئا وكبر تدريجيا، ومع ذلك لم يشعر أحد بوجوده. بعد عدة سنوات تم إجراء إصلاحات في المنزل وجاء بعض الشباب للاحتفال هناك، لكنهم أيضا لم يروا الرجل المختبئ خلف الستائر. مع مرور الوقت بدأ المنزل يتدهور ويتعرض للخراب، وأصبح يسكنه متشردون. بحلول ذلك الوقت كان الطفل قد كبر وأصبح رجلا في منتصف العمر. ثم في يوم من الأيام ومع هبوب رياح شديدة انهار المنزل تماما، وأخيرا ظهر الرجل المختبئ خلف الستائر للجميع. لكن الآن كان عمره قد بلغ 85 عاما. أصدقاء، هل شعرتم بالأسى عند رؤية حالته؟